وربنا ما طبيعي. الزمالك ده مش طبيعي. انت مش طبيعي يا ابو الاغراب، انت مش طبيعي. حكايتك فهمني ايه حكايتك دلوقتي؟ انا مش فاهم يا جماعه. نادي الزمالك بمشاكله بسلطاته ببابا غنوج. انا تعبت من كل فيديو اطلع اقول لك الكلمتين دول، كل فيديو اطلع اقول لك الكلمتين دول، اقول لك رغم قفل القيد، رغم مش عارف ايه وايه وايه. الزمالك كان كسبان، جه التعادل، رجع تاني كسب. حرفيا يا جماعه الزمالك عامل السنه دي عظمه، وتحس ان الدوري بيناديه. ما تعرفش ليه سيراميكا والاسماعيلي. سيراميكا جات له ضربه جزاء، لو جابها هيفضل مستمر في الضغط. ضيع ضربه الجزاء، هي بتناديه، هي بتنادي الزمالك. ولكن انزل اعمل لايك اجباري، اعمل اللايك اجباري يا بيه. نوصل الفيديو ده ل 10,000 لايك، يوصل ل 10,000 لايك و200 صلاه على النبي في الكومنت. صلي على النبي كده وتعالى لي عشان انا تعبني. الزمالك تعبني. هتقول لي تعبك في ايه؟ اقول لك بالورقه وبالقلم. تمام. نادي ما جابش صفقات، نادي عنده مشاكل ماليه، عنده لعيبه ما بتلعبش، عنده اصابات، ما مدرب مش عارف ايه. ولكن الزمالك اتعادل كده بقى خلاص. سيراميكا، بيراميدز، الاهلي، الاربعه الكبار. كده الزمالك بقى في الصداره رسمي. خلاص كده الروس اتساوت بقى. نادي بمشاكله. هتقول لي انا كاهلي انا صارف كل ده واداء بالمنظر ده. يا جماعه ماتش زد والزمالك حرفيا من امتع الماتشات. ماتش زد والزمالك النهارده ماتش جامد جدا، ماتش كده تحب تتفرج عليه. واخوان بزيره ده والهدف، يلا الحنجله اللي انت ماشي بيها ده، يلا الواد ماشي هوبا راح حطها في الجون. واحده ارتو يا جماعه، واحده ارتو بالشمال. احمد ربيع حط لك واحده ارتو باليمين. ايه حكايتك الارتو؟ ايه الارتو؟ ايه عندكم على الصداده ولا ايه؟ في ايه؟ ولكن مبروك لاخواتي الزملكاويه. حرفيا يا جماعه يستاهلوا. ناس حرفيا لعيبه عندها لعيبه رجاله، حرفيا نازله مركزين، ضغط عليهم، عندهم ازمات، عندهم مش عارف ايه. ما هي كل فيديو اطلع اقول لك الكلمتين دول، كل فيديو اطلع احكي لك على اللي في الزمالك، واطلع اقول لك ده عندهم. ما دي الحقيقه يا ابني، ما دي الحقيقه. الزمالك رغم كل ده بيعمل لك الاداء ده. رغم كل ده نادي الزمالك يستمر في الانتصارات. مكسب بيجيب مكسب. اقول لك السنه دي اصعب سنه في تاريخ نادي الزمالك بيمر بيها السنه دي. ازمه ماليه، قفل كده. انت متخيل نادي محتاج صفقات ما جابش هو والاسماعيلي الاثنين الوحيدين اللي في الدوري ما جابوش صفقات في يناير، وفي ظل ان الزمالك اساسا محتاج لعيب ولا اتنين. فانت متخيل ان كل الازمات دي والزمالك لسه بيعافر ولسه مستمر ولسه بيضغط ولسه شخصية البطل واسم الكبير. يا جماعة التيشيرت ده تقيل، التيشيرت ده سيبك بقى من جو التحفيل والكلام ده كله. حرفيا يا جماعة انت لو جيت بصيت، هات الفرقة دي مع احترامي للاعيبة دي كلها، هات الفرقة دي وحطها في اي حتة تاني مش هتبص لها بالامكانيات دي. ولكن التيشيرت والجمهور بتاع الزمالك اللي موجود في المدرجات، بص على جمهوره عامل ازاي. انا قلتها لك الزمالك مش هيعرف يكسب ولا ماتش في الدوري غير لما تحرمه من جمهوره، غير لما تحرم الزمالك من جمهوره. غير كده مش هتعرف تكسب الزمالك. جمهوره هو سر القوة، سر الباور، سر المكسب، سر الدافع. يا جماعة شوف فتوح، شوف ده معتمد جمال. يا جماعة ده عاوز قصة تانية، ده معتمد جمال ده عاوز فيديو تاني. مدرب حرفيا يا جماعة قدر يرجع الزمالك تاني للانتصارات، قدر يرجع الزمالك تاني إلى المكسب والكلام ده كله. معتمد جمال ده عاوز قصة تانية. معتمد جمال واحد من أبناء نادي الزمالك، ترفع له القبعة. نادي الزمالك
يستمر في الانتصارات على زد بهدف اخوان بزيره، وهدف جامد الصراحه، وهدف احمد ربيع جامد قوي برضه. فمبروك لكل اخواتي الزملكاويه على المكسب. السلام عليكم.